في يوم 25 أفريل 1968 الرئيس هواري بومدين يتعرض لمحاولة اغتيال من طرف مجموعة من الضباط الذين كانوا بقيادة الرائد عمار ملاح. فمن يكون يا ترى؟ ولد المجاهد الرائد ملاح محمد الصالح المدعو عمار بتاريخ 15 فبراير 1938 في ولاية باتنا. التحق بالثورة تاركا مقاعد الثانوية عقب النداء الذي وجهته جبهة التحرير الوطني للطلبة الجزائريين بتاريخ 19 ماي 1956. شارك وقاد معارك وكمائن كثيرة خاصة في الناحية الثالثة من المنطقة الثانية بالولاية التاريخية الأولى أو راس الممشى. تدرج في المسؤولية في جيش التحرير الوطني إلى أن أصبح عضواً في مجلس الولاية التاريخية الأولى تحت قيادة العقيد الطاهر زبيري والرواد محمد الصالح يحيوي ومحفوظ إسماعيل، وعضواً في المجلس الوطني للثورة الجزائرية. بعد الاستقلال عين قائداً للناحية العسكرية الخامسة ثم الرابعة، ليعين بعدها عضواً في قيادة أركان الجيش ونائباً للعقيد الطاهر زبيري مكلفاً بالتنظيم. شارك في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قادها الطاهر زبيري للإطاحة بنظام الرئيس الراحل هواري بومدين بتاريخ 14 ديسمبر 1967. بعدها خطط من جديد رفقة مجموعة من الضباط لاغتيال الرئيس هواري بومدين، وتنفذ العملية في وسط العاصمة بتاريخ 25 أفريل 1968 بإطلاق الرصاص على الرئيس بومدين ليصاب بجروح خفيفة في شاربه، كما يصاب أيضا سائقه الطيب نايت الهاشمي برصاصة في الوجه، ويتوفى أحد ضباط الأمن المشاركين ويدعى موسى زروال في تبادل إطلاق النار مع حراس الرئيس. بعد إلقاء القبض عليه وعلى المجموعة المشاركة حكمت عليهم المحكمة العسكرية بالإعدام، ومن بينهم الضابط محمد الطاهر بورزان القناص الماهر الذي أصاب الرئيس بومدين في شاربه. بعدها طلبت المجموعة العفو الرئاسي، ويلبي الرئيس بومدين طلبهم ويستبدل الإعدام بالسجن المؤبد. عند تولي الرئيس الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية يصدر مرسوما للعفو عنهم بتاريخ 16 أفريل 1979 بعد قضائهم ل11 سنة في غياهب السجون. أما المرحوم محمد الطاهر بورزان فهو من الراعيل الأول للثورة، شارك ليلة أول نوفمبر 1954 في قلب الأوراس، وهو أحد رفقاء الشهيد مصطفى بن بولعيد. ولد في سنة 1933. شارك وقاد معارك وهجومات وكمائن كثيرة كتبت بأحرف من ذهب لمسيرة طويلة حافلة، رقي إلى رتبة ملازم أول قائد ناحية في الولاية الأولى. بعد الاستقلال تم تعيينه ضابطاً بالأمن الوطني إلى غاية حادثة إطلاق الرصاص على الرئيس بومدين، ليبدأ رحلة أخرى مع العذاب والسجون دامت 11 سنة ينهيها المرحوم الشاذلي بن جديد بالعفو عنه ومن معه، ليتفرغ بعدها للحياة المدنية لغاية وفاته بتاريخ 13 ماي 2009 بباتنا.